بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل القلقاس. ناس كتير عندها مشكلة أما تيجي تقطع القلقاس، بتبقى مشكلة عندها. احنا النهاردة هنعمله، نقطعه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، وما تبقاش بالنسبة لنا يعني بسهولة جدا ممكن نقطع القلقاس. أول حاجة هنقطعه 4، وبعد ما نقطعه 4 هنقطعه 8. بعد ما نقطعه 8 يعني بعد ما يتقطع أساسا 4 كده بيبقى سهل جدا إن احنا ممكن نقطعه 8. وبعد كده هنقطعه بقى، ممكن بعد ال8 برضو نقطعه تاني، وبعد كده بيبقى سهل جدا جدا تقشيره. وبعد كده هنخرطه طبعا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. الطريقه دي جدا سهله جدا 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 في تقشير القلقاس. بيتسهل، بيتقشر معانا بسهوله جدا وبسرعه. طبعا علشان خاطر ما يعملش معانا تلزيق كده ولا مزلقه زي ما بيقولوا كده، ميه سخنه وهنديله غلوه بس مش اكتر من كده، يعني لمده دقيقتين بالظبط على النار. وبعد كده هنحطه تحت الحنفيه. احنا طبعا ما غسلناهوش، هنكتفي بان احنا هنحطه في ميه سخنه لمده دقيقتين، وبعد كده هنغسله تحت الحنفيه. وبعد كده هنحطه في الشوربه بتاعتنا عندنا، سواء شوربه لحمه او شوربه فراخ. كده بدأنا ان احنا نطبخه. معانا بقى التكه المهمه جدا اللي في ناس كتير بتبقى مش عارفاها، وبسهوله جدا ممكن نعمله برضو. معانا نص كوبايه ميه كده في شفشق الخلاط، ومعانا حزمه كبيره كزبره خضراء، وحزمة كبيرة أو حزمتين سلق. وهنفرمهم كده شوية بشوية في شفشق الخلاط. فرمنا كده الأول الكزبرة، وبعد كده السلق هنحطه شوية بالشوية لما هنعصره زي كده كأننا بنعمل عصير. الطريقة دي بتدي نتيجة هايلة جدا لطبخة القلقاس. بيبقى طعمه كده حكاية ملوش حل. في ناس من ضمنهم احنا، يعني عندنا في عيلتنا ممكن بنعمل القلقاس ده ما بيكون عندنا عزومة. بعد ما فرمناه كده في شفشق الخلاط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، هنصفيه. اهم حاجة ان احنا اما نصفيه مش عايزين يبقى فيه مية خالص. يعني على قد ما تخليه ما فيهوش ميه خالص وتصفيه، وتخلي بس التفل بتاع الباقي اللي هو ده اللي هنستخدمه في التقلية بتاعتنا النهاردة بتاعة القلقاس. هنصفيه تماما من المية. وطبعا المية اللي احنا صفيناها دي مش هنرميها طبعا، بنحطها على الشوربة بتاعة القلقاس اللي احنا سلقناه. طبعا احنا سلقناه يعني كامل سوا، يعني هنسويه تماما في الشوربة. وبعد كده هنحط مية القلقاس اللي احنا صفيناها دي، وناخد التفل بتاع الكزبره وبتاع السلق اللي ما فيهوش ميه خالص، هنحطه طبعا هنسويه زي ما حضراتكم كده شايفينه. احنا بنصفيه كويس جدا جدا جدا. يا ريت ما ننساش نشترك في القناه ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. كده بقى جاهز معانا ان احنا نسويه. هناخد الميه نحطها على القلقاس، طبعا بتدي لون تحفة جدا لطبخة القلقاس. وادي معانا كده التفل بتاع الكزبرة والسلق. هنبدأ بقى نشتغل فيه بأي مادة دهنية. ممكن سمنة، ممكن زيت، ممكن زيت على سمنة. وهنحمر، هنديله تحميرة كده في الأول السلق والكزبرة، يعني يقعد 5 دقايق كده قبل ما نحط الثوم. كمية السلق والكزبرة اللي انا عاملاه ده، انا عاملة بالزيادة ليه؟ هقسمها نصين. هاخد جزء هحطه على الطبخة بتاعتي النهاردة بطبخة القلقاس، والجزء التاني طبعا بعد بعد حوالي 5 دقايق كده من تحمير السلق والكزبرة، هبدأ ان انا هحط الثوم. هعرف ازاي ان ال استوى معايا السلق والكزبرة؟ لما التومة بتاعتي يا دوب كده تصفر.
يعني مش عايزينها تبقى محروقة قوي، يعني ما نخليهاش تتحمر، يا دوب كده تصفر، يبقى كده هو كده اكتمل معانا السوا بتاعه. يعني عشان ما يبقاش برضو لونه غامق، يبقى برضو كده لونه ايه، مخضر كده معانا شوية. يعني يا دوب كده التومة تصفر ونقفل عليه. مش عايزين ما تخليش التومة تتحمر قوي علشان ما يبقاش لونه غامق قوي يعني. هنقسم بقى كده، بقى جاهز معانا، استوى معانا بقى، شايفين بقى لونه كده بقى جميل، والتومه يا دوب كده اصفرت معانا كده بقى بسيط. انا هقسم وهشيل نص الدقه ديت، هشيل نصها في الفريزر، وهحط النص التاني على القلقاس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.